محمود رح خبرك الوضع. هون سجن صغير مثل الزنزانة، بتعرف شو يعني زنزانة؟ هذا السجن الإفرادي. زتوك فيه لأنه لقيوا صديقك الحميم يلي بتضلك أنت وياه من زمان مقتول تحت بيتك، واتهموك إنه أنت قاتله وأنت مش قاتله. وأنت قاعد هون مش هتعرف شو بدك تعمل يا جماعة، ما في شباك احكي منه، عم تعيط لهم يا جماعة يا عالم، أنا فنان، أنا بغني. لك يا أخي أنا ما بقتل، أنا فنان، أنا إنسان، أنا بصاحبي. ولك أنا ما بأذي نملة، كيف بدي أقتل صاحبي يا جماعة يا عالم؟ ما حدا عم رد عليك، ما عم بصدقوك إنك فنان. لك خذوا هون غني له أنت بصدقوا إنك فنان، ما عم بصدقوا. أنت رايح على الإعدام. أوكي؟ يلا إذا تدخلت أنا معك، ما ضروري ترد علي أنا. أوكي. يا جماعة أنا بريء. يا جماعة ده صاحبي، ازاي قتل صاحبي؟ احنا كنا أكتر من الإخوات. مستحيل تصدقوا حاجة زي كده. طب ده مش شخص عادي، ده أكتر من صاحبي، ده أخويا. وبعدين أنا فنان، أنا عمري ما فكرت في حياتي إن أنا حتى أذي حد. عمري ما فكرت إن أنا ممكن أسب أو أشتم حد، أقتل صاحبي. يا جماعة صدقوني ده صاحبي. يا جماعة طب مش مصدقيني فنان؟ اسكت. لا. ليش قتلته؟ أنا ما قتلتوش. بلا قتلته. لا ما قتلتوش. كان ميت تحت البيت. أنا نزلت لقيته ميت. أنت اللي قتلته؟ لا. بلا زتيته على البلكون. أنا نزلت لقيته في الشارع واقع غرقان في دم، وأنا ما أعرفش. وليش ما أخذته على المستشفى؟ ما أعرفش، أنا انهارت ساعتها، ما فكرتش، ما جاش في دماغي. أنت خفت للقطك؟ لا. أنا حسيت في لحظة إن ده مش صاحبي اللي أعرفه، لأن أنا ما توقعتش إن ممكن أشوف صاحبي في المنظر ده. صحيح كنتوا مختلفين؟ لا، احنا عمرنا ما اختلفنا مع بعض أبدا. أنت بتعرف شو عملت؟ أنا ما عملتش حاجة. أنت قتلت إنسان؟ لا ما قتلتش. بلا ما قتلتش، ده أخويا. عتموا لك الأوضة، ما بقى شايف شيء. يا جماعة حاول تلاقي باب، حاول تعمل شيء يا جماعة. لهديك الميلة للحيط هونيك. صرخ يا جماعة ما قتلتش حد. لك اسكت. صدقوني ما قتلتش حد، ده صاحبي. يا جماعة ده صاحبي، حرام عليكم. أنا ما قتلتش حد. كم واحد قتلت قبله؟ ما قتلتش، أنا عمري في حياتي ما قتلت حد عشان أقتل. شو بتشتغل؟ بشتغل فنان. أنا عمري في حياتي ما فكرت إن أنا ممكن أقتل حد أو أذي حد. أنت أنا كل شغلانتي في حياتي بشتغل فنان، بغني، ما بعملش حاجة تاني في حياتي. بتغني؟ بغني. غني لنشوف. قادر تداوي الفؤاد وليه تسيبه وقاسي على الكواهل بعاد، دوا في ايدك يا قاسي واسيني يوم فرح قلبي، ده البدر شاف حالي ووساني والورد شاف حالي، في حبي صبحت دموعي علشاني، قادر تداوي الفؤاد وليه تسيبه وقاسي واسيني يوم فرح قلبي، ده البدر بس سهراني واسيني يوم فرح قلبي، ده البدر بس سهراني واسيني والورد شاف حالي، في حبي صبح الدموع سيل علشاني، وانت اللي ليا يا نور عينيا، وانت اللي ليا يا نور
إكفاسية وعطف علي هجرك ضاني واعطف علي هجرك ضناني. اسكت وروح نام على التخت. نام. ليه؟ نام 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 نام. نام. انا مش عايز انام، انا عايز اطلع بره. انا ما جبتش حد. غني لحالك على الواطي لحالك. إذا سمعوك بيقتلوك، بس بدك تغني لحالك على الواطي. يومين وعد. سمعوك اسكت. عايز اطلع، مش قادر. غني على الواطي. يومين وعد، يومين وراحوا فاتوا قلب ما بين جراحه. يومين وعد، يومين وراحوا فاتوا قلب ما بين جراح. خسران كتير، خسران عواطفه، محد ابدا داري بيك. ندمان على اداله عطفه باع ارخص ما كان شاري. وهان عليك وهان عليك وهان عليك يكسر جناحه. يومين وعدوا. شكرا محمود. ما بين محمود أنا من الأشخاص يلي بعشق صوته. محمود صوت إلى حد ما كامل كبير، شو ما انعطى بغني روعة. وصراحة أنا بصدق إنه حتى لو انحبس محمود رح يضل جامد هيك. فبالنسبة إلي إيفال روعة، لأنه التمثيل مش شغلته، مش ملعبه بالمرة. أنا بلاقي ولا لحظة من لحظات تمثيله أنا عني أبدا، بس براسي عم جرب أفصل بين هذا المشهد وبين صوت محمود وغناية اللي هو شيء رائع جدا. أما الإيفال فشي عاطل كتير. محمود مخرجه يمثل، ما له علاقة بالتمثيل، بس واحد يتطلع عليه عم بيغني بس. ومثل ما قال خليل الإيفال منه زيادة. صحيح ما له علاقة بالتمثيل، بس أنا شفته صادق هالمرة. عمل مجهود، ومثل ما عم بقول خليل إنه هذا محمود المحبوس. يعني إذا اتهم محمود هيك بيعمل، هيك رح يكون. أنا صدقته وهو عم بغني بالاخر. تعاطفت معه رغم انه كان نفسه مقطوع، واصريت عليه يكفي. وهو حاول ما يغني لان كان نفسه مقطوع، حاول يجمط منا. فانا اصريت هيك، حبيت اسمعه شي مره لانه كتير هو صوته كبير وعالي. حبيت اسمعه بشكل انتيم هيك حميم، يعني عم بغني. صوت حلو كتير محمود يعني، وشخصيته محببة. يعني حتى نحن بنشوفه جامد، بس أنا لما أشوف ناس برا بيقولوا لي إنه بنحب حضور محمود. يعني على المسرح عنده حضور، رغم إنه مش ضروري يكون يعرف يمثل، يعني ممثل، فعنده حضور. هو عم بغني، عنده يعني بفوت بالحالة المضبوطة وبيعبي المطرح اللي هو واقف فيه. أنا رح أقول شغلة يمكن تتعجبوا فيها، بس هاي أول مرة من وقت ما بلشت أنا أشتغل مع محمود بالصف وشوفه بالإيفال. هاي أول مرة بشوف إنه محمود ممكن يمثل، مش مزبوط إنه ما بيقدر يمثل. هاي أول مرة بيمسك شخصية نوعا ما وبيحترمها للآخر وبيعمل جهد. هلأ هو خايف من الإيفال، استغل هيدا الخوف، ضل حاصره
هو اكلها كثير مني عيطات بالصف امبارح واولت امبارح وقبل وكل مره لانه بقول له بليز ما تكسر الجو، بليز ضلك بالشخصيه، بليز ضلك منطقي. هي اول مره هلا، ولكن بس غنى فصل، يعني وقف بوجهنا، طلع فينا نحن جوري، كسر كل المود، كأنه الغنى ما له علاقة بالتمثيل. لما رجعنا رديناه على المشهد وجبرتيه كلوديا انه يرجع يغني لحاله، وانت سكوت ما بدي اسكت، حبيت كيف تفاعل، سكوت ما بدي اسكت. يعني انا لإلي هي او افضل ايفال بيعملها محمود، علما انه يعني صحيح بالصف كثير بعاني، كثير بتعذب تظاهر من محمود شي. اليوم في جهد، ولكن كنت تمنيت ما يفصل الغنى عن المشهد التمثيلي. يعني الهدف هو انه الغنى يكون بداخل المشهد التمثيلي، مش لإلنا للجوري ونوقف وننسى انه في مشهد. ولكن مش مظبوط. انا اليوم بقول انه محمود شخص بقدر اشتغل عليه كممثل، بس كيف بالغنى مدام ماري بتقول في ناس بدهم وقت كتير، محمود بده شغل كتير ووقت كتير، بس بيقدر يوصل لانه يمثل. انا في جمله إلها كتير حبيتها وكانت جديده علي وضفت لي. لما سالته ليش ما اخذته على المستشفى، قال لها صراحه، قال لها ما شفته ميت ما عرفته. حبيت كتير عميقه الجمله، انه لما يكون واحد صاحبك ليه نهار معك وعايش، اذا في حال مات وتشوفه ميت، مش هيدا هو يعني ما قدر دماغه عمل هالاسوسياسيون وربط. كثير حبيتها، جديده فظيعه، هيدا حبيتها. اللي ما حبيته فيه انه ما في كريشندو ستاتيك، مثلا سكوت لا سكوت لا سكوت لا، هي يعني انت دفشتيه مشان لا يطلع كريشندو المشهد، ما قدر يطلعه. بس بريف هذا بضله مسرح. رح فوت على الغناء. برجع بقول لكم يا جماعه، قصه السرعه، قصه التيمبو، النبض، هيدا شغله كثير مهمه بالغنيه. وبعدني مؤمن انه لما يفوتوا لهون، لانه بيكونوا محمسين يفرجوا شيء او يبرهنوا شيء، على طول بسرعوا التيمبو تبعهم، وبس تسرع التيمبو بيروح بيجعلك المغنى تبعهم. طلع من الدور فاين، طلع من الدور مرتين، كل مره غنى كان عم بغني لنا كانه نحن جوري يعني. لاحظت انه القرار عنده بالاخر بتاني غني، القرار في هوا، بده شغل بالقرار تبعه. بس جنرالي محمود كثير بغني مش شوي، وبالبرايم كان روعه فظيع.